بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد لنهار اليوم راح نشارك معكم أول كاطو اللي راح نديرو للعيد واللي هو الصابلي. راح نعطيكم مع وصفة ناجحة 100%. على بالي كاين بزاف الناس اللي يشكيو من الصابلي، سورتو الشكل تاعو يتغير بعد ما يطيبوه. نقولكم إذا تبعتوا هذه الوصفة رايح يجيكم سوا ويجيكم من أروع ما يكون. أنا هذه الوصفة ما نبدلهاش نهائيا. يلا فوتوا للمقادير. قبل ما نبدا الفيديو ديري لي جيم وابوني وفعلي زر الجرس هكذا باش يلحقك كل جديد. عندي 250 غرام تاع الزبده اللي تكون طريه ما تكونش في الفريجيدير. رايحه ندير عليها كاس تاع السكر الناعم، قرصه تاع الملح، عندي بيضه كامله وصفار، 3 مغارف تاع الزيت وكاس تاع انشا وغرفة معمرة تاع لافاني. رايحة نضرب كل شيء مليح مليح بالباتور. طبعا اذا استخدمتوا يديكم ديروا البيض والزبدة والسكر مع بعض قبل خلطوهم وباش تبقاو تضيفوا المواد الاخرين. انا كي خدمت بالباتور درت كلش على ضربة. نضرب مليح مليح حتى يتغير اللون تاع الزبدة ويولي لي لون فاتح كما تشوفوا مايل للبياض. هنا رايحة نبدا نضيف الفرينة اللي تكونوا غربلتوها. طبعا ما ديروهاش هكذاك لانه كي تغربلوها راح يجي الكاطو تاعكم خفيف. رايحه نزيد عليهم مغرفه صغيره بك معمره تاع خميره الكاطو. ما ديروش كاره كامله، ديروها غير مغرفه. الخميره راه هي اللي تفسد لكم الشكل تاع الكاطو تاعكم. رايحه نكمل بالفرينه حتى نتحصل على عجينه ما تكونش طريه وما تكونش يابسه، يعني تكون بين وبين قيس قيس كيما راكم تشوفوا هكذا. رايحه نغطيها ونخليها تستراح واحد ال10 دقائق هكذا. قد ما تستراح لي راح تجيني اسهل ويعني مليحه اكثر واكثر. هنا رايحه نعاون روحي بالنيلو ولا شكاره ولا واش عندكم ديروا ولا هذاك بابي فيلم. ورايحه نبدا نقرص. طبعا ما تقرصوش رقيقه مره وما تقرصوش القرصه تاعكم خشينه مره باش تجينا الحبه تاع الصابلي متحوفه وما تجيش خشينه وما تجيش رقيقه بزاف. هنا رايحة نجيب هذا الطابع هذا اللي عندي. انا راح ندير هذا الشكل، تحبوا ديروا المدور ولا واش تحبوا ديروا، طبعا الشكل نتوما اللي تحبوه. انا هنا درت بالشكل هذا. شوفوا رايحه السمك تاع نطبع الحبه قبل كيفاه هذو يجي. يعني ما تجيش خشينه كما قلت لكم وما تجيش رقيقه. هنا راح الحبه راح تجيني قد قد. رايحه نكمل نطبع الحبات اللي يجيو من تحت نحطهم في سنيوه. انا ندير كامل الكميه يعني نكمل كامل الكاطو. شنو هي يعني كي تطبعوا هكذا غطيو البلاطو تاعكم بالنيلو باش ما تيبش الحبه. رايحه نزيد نكمل نطبع الجهه اللي تجي من الفوق كما راكم تشوفوا، ونحي هذاك اللي يجي في النص بكل سهوله. شنو هي سيسو الحبه باك باش ما تتكسرش معكم. ها هو الشكل تاعها. انا عجبني الشكل هذا بزاف على بالي حبيت نديرو. هنا بعد ما كملت طبعت كلش رايحه نطيب شوفوا الشكل الكادو تاعي. بقى هو شوفوا هو الشكل والحب. وكاين غلطه يديروها بعض الناس واللي هي انه كي يطيبوا الصابلي من التحت يزيدوا يحمروه من الفوق. هنا غلطه كبيره جدا جدا. حمريه من التحت باك يطيب مليح من التحت، من الفوق ما كله تزيدي تشعلي له من الفوق لانه هذا ثاني راح يزيد يفسد الشكل تاع الحبه تاعك. يعني لازم تحمريها من التحت برك صاي طفي عليه. هنا للتزيين طبعا تحبوا ديروا نواة كوكو، تحبوا تخليوها هكذا تلصقوها بالكونفيتور كما تحبوا. انا حبيت نديرلو اللي كنت حمصته مليح ونحيت له القشره. هنا راح نكمل كامل الحبات هذو اللي يعني اللي فيهم الثقب هذاك وباش نفوت للحبات الاخرين. هنا باش تنظموا العمليه يعني وتجيكم الكاطو سهل. كاين بزاف اللي خلطوها يعني الكلاصاج الكاطو يطيب عليها. قلت لكم لازم تنظموا وقت تاعكم. كل حاجه تدي وقتها. انا كي كملت كامل الكاطو اللي درت له الكاوكاو رحت للجهه الاخرى ودرت عليه الكونفيتور هكذا باش تجيني العمليه سهله وما يديليش الوقت بزاف. رايحه نجيب الكاطو هذاك اللي درت له كاوكاو ونلصق فوق الحبه. يعني هنا خدمه بخدمه خدمه بخدمه باش تنظمي الامور عليك. وهنا كاين حبات اللي درت لهم السكر كلاصي وزدت لصقتهم. وهذا مكان تزيين هذا هو. وفي النص رايحه ندير ثاني كميه تاع الكونفيتور ورايحه ندير عليها لاروم تاع الفراز. يا حبذا ديروا لاروم هذه لانه حتزيد تعطيكم للكاطو واحد البنه ماشي نورمال. كاين اللي يديروه ملون. انا نقول لكم خطيكم ملون ديروا هذا راح يجيكم روعه صدقوني يجيكم من اروع ما يكون. رايحه نعمر في هذيك الحفره نعمر بالكونفيتور. وهنا عندي كميه تاع الشوكولا اللي كنت ذوبتها وراح نزيد ندير خطوط تاع الشوكولا. طبعا اختياري تحبوا ما ديروش كيما تحبوا التزيين يبقى لكم.
وشوفوا النتيجة النهائية كيف تجيكم. صدقوني تجيكم من أروع ما يكون. نقولكم احتفظوا بالوصفة وديروها وما تنسوش تبارطاجوها مع أصدقائكم. يلا سلام.